أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمر مباريات دورينا ونصل للجولة 34 من دورينا دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2024-2025. لقاء أربيل والطلبة ضمن لقاءات الجولة، مباراة خالية من الجماهير. الكل يعلم بأنه أربيل والمباريات الأخيرة، وبالتالي يلعب المباريات من دون حضور جماهيري، ولكن المباراة نتمناها أن لا تغيب عنها الفرص والأهداف والجمل التكتيكية بالنسبة لكلا الفريقين. لدينا أربيل في السابق والألقاب، والطلبة كذلك في السابق والألقاب. لدينا أبطال للدوري كانوا حاضرين في السنوات الماضية. اليوم اللقاء يجمع بين الفريقين هنا في ملعب فرانسوا حريري في أربيل. مباراة نتمناها أن تكون جميلة، نتمنى أن يكون فيها الأداء مقنع، ونتمنى كذلك التوفيق لهذا الحكم، حكم اللقاء أحمد قاسم الذي يدير هذه المباراة، كذلك الحكم المساعد الأول كرار عباس، والحكم المساعد الثاني محمد محسن، والحكم الرابع أحمد محمد عسكر. حكام الفار يوسف سعيد ومحمد لؤي صبحي. هذا طاقم تحكيم المباراة للقاء اليوم، جولة 34. تحدث عن المباريات الأخيرة للمرحلة الثانية، تطلق الصافرة على بركة الله. أجدد التحية معكم معلقا للمباراة علي الشمري، ولقاء أربيل والطلبة ضمن لقاءات الجولة وضمن مباريات الجولة. ثالث أيام هذه الجولة، ولدينا مباراة بنفس التوقيت التي تقام في ملعب الساحر أحمد راضي رحمه الله ما بين الحدود وفريق الزوراء. ولدينا كذلك مباراة تحدث عن المباريات المتبقية كآخر مباريات اليوم، ستكون ما بين فريقي القاسم ونادي زاهر. آخر مباريات اليوم الختامي سيكون لهذه الجولة. انتهت المباراة، تشكيلة الحاضرة لكلا الفريقين: طلبة فهد طالب، سعد ناطق، حسين عمار، ادريسة، همام طارق، مهدي كامل، دينيس، لؤي العال، حسين اوندي، اموتو ومسوفة. هذه تشكيلة فريق الطلبة لمباراة اليوم. بالمقابل فريق أربيل: حسين علي جولي، وخالد كردغلي، عمر جنكي هلوفاق، وهيلسون، وريبين سولاقة، أسامة رشيد، وشيركو كريم، مصطفى قابيل، فرانك سدريك، ويوسف بن سولد. هذه تشكيلة الفريقين لمباراة اليوم. بداية اللقاء والدقائق الأولى لانطلاقة هذه المباراة. كالمعتاد فريق أربيل بالألوان الصفراء والسراويل السوداء على يمين سادة المشاهدين، بينما الطلبة اليوم بالزي الأبيض على يسار السادة المشاهدين. سعد كابتن يعود لفهد طالب، عالية الكرة، بعد ذلك بضربة رأسية إبعاد، كرة وصلت لدينيس جويني، مدافع فريق الطلبة. طلبة قادم من خسارة في الجولة الماضية أمام فريق دهوك بهدف مقابل لا شيء، بينما فريق أربيل كذلك هو الآخر قادم من خسارة أمام فريق
ديالى بهدف مقابل لا شيء في الجولة الماضية. جريحان مباراة التعويض بالنسبة لكلا الفريقان. أربيل بالترتيب الرابع 10 ب41 نقطة، بينما الطلبة بالترتيب الرابع ب56 نقطة. فارق 10 مراكز بين الفريقين، وفارق 15 نقطة بين الفريقين. بينما الكرة لأسامة رشيد. أربيل تعود، هلا وفاق، عمر جنكي، وصلت بعد ذلك عن طريق مصطفى قابيل، يعود بالكرة إلى الخلف، كرة على مستوى خط الدفاع. مباراة تبدأ بمستوى برتم، مباراة تبدأ هادئة جدا. مباراة نتمنى أن ترتقي لمستوى نتطلع من خلاله لمشاهدة الفرص، لمشاهدة الأهداف، لمشاهدة الندية. سمير بابو، سمير صديق بابو مدرب فريق أربيل، فريق بكل تأكيد يعني مركز لا يليق. الفريق حصل على اللقب 4 مرات، منها 3 كانت متتالية، وبالتالي هو اليوم في الترتيب الرابع 10. بالمقابل كذلك الطلبة وإن كان الترتيب الرابع و56 نقطة، ولكن جمهور الطلبة جمهور الذي يتطلع كذلك لموسم يكون مختلف عن باقي المواسم، لكي يعود لمنصات التتويج، لكي يعود للأيام الجميلة. بكل تأكيد الطلبة واحد من الفرق الكبيرة، واحد من الفرق العريقة، واحد من الفرق التي قدمت أسماء وقدمت نجوم، مثلت المنتخبات الوطنية العراقية خير تمثيل، ومثلت باقي الأندية كذلك عندما تنتقل وتلعب معها. هنا المدرب باسم قاسم الجنرال بطموحات للعودة بالنقاط 3. هذه كرة مسوفة، كرة الماضية حسين علي جولي. بينما هنا يوسف بن سودة 10 أهداف، هداف الفريق. بالمقابل لدينا مسوفة هداف فريق الطلبة ب12 هدف. كرة ملعوبة الآن، همان طارق، تمرير الكرة تبقى في وسط الملعب. أسامة رشيد، عودة من هلوفا، حسين علي جولي، عالية الكرة، ابعاد بضربة رأسية. فرانك سيدريك، هدف واحد لفرانك سيدريك من خلال هذا الموسم. كرة وصلت لفهد طالب، سعد ناطق، كرة خاطئة. شيركو 9 أهداف هذا الموسم لشيركو كريم، ثاني ترتيب هدافي فريق أربيل. هنا كذلك خالد كردغلي. حسين عمار مدافع الطلبة، هدف هذا الموسم. كرة إلى خارج أرضية الملعب. بينما هنا لاعب هيلسون كذلك هدف واحد لهذا اللاعب من خلال هذا الموسم، لاعب نادي أربيل. كرة فيها صافرة وفيها خطأ. يوسف بن سودة اللاعب التونسي، كرة ملعوبة جهة اليسار. إلى خارج أرضية الملعب.
رمية تماس هنا مهدي. مرة أخرى إلى خارج أرضية الملعب. همام على التنفيذ. طلبة تغيير اتجاه اللعب لحسين عمار. تقطع من شيركو. مرة أخرى أسامة. كرة ملعوبة الآن فيها عودة لحارس المرمى حسين علي جولي. مباراة لغاية الآن ما فيها فرص ولا فيها كرات خطيرة. يلا حسين لاوندي، يلا لاوندي. رمية تماس مسافة لأموتو. 7 أهداف لهذا اللاعب. كرة فيها عودة لحارس المرمى. تمرير الآن دريسة. طالب بخطأ حكم المباراة أحمد قاسم أشار لاستمرار اللعب. كرة ملعوبة الآن. هجوم لأربيل. اوف سايد. انا اعتقد حالة تسلل على هذا يوسف بن سودة التونسي قادم من شباب الكويتي. هذه الكرة التي طالب فيها بخطأ مصطفى قابيل. كرة ما بينه وبين سعد ناطق. كرة في الوسط مسوفة. تقطع الآن. تمرير. وصلت لسعد ناطق. أمامية الكرة. رمي التماس. توجيهات مستمرة من قبل كلا المدربين. كرة في الوسط. دريسة جهة اليسار. حاول مرور ممتاز. وحكم المباراة مع وجود بطاقة صفراء. يلا ابطال، يلا ابوي، يلا حسين، عمر، يلا سعد، جينكي وبطاقة صفراء. هنا المرور والإعاقة وبعد ذلك خطأ مع وجود بطاقة صفراء. ضربة حرة مباشرة. جيب الهمام على القوس. انت روح على القوس، روح على القوس. كرة في مكان خطير. اي على القوس انت اخر واحد. كرة في مكان جيد. مهدي هنا عمر والبطاقة الصفراء. يا حسين والنوف سلم. ضربة حرة مباشرة لفريق الطلبة في مكان ممتاز. اخر واحد حسين. كرات الثابتة لغاية الآن. كرات الخطيرة لم نشاهدها وصولا للدقيقة 13. سايمون، همام، حسين عمار، حسين لاوندي. هسه هذا شنو سويتي؟ لؤي شنو اللي سويناه؟ 10 صاحبين هدفين هذا الموسم. تلعبها مباشر. الله اكبر. شوف الغضب من المدرب. كان يطلب لعب الكرة أن تلعب بشكل مباشر. كرة لمصلحة فريق الطلبة. حسين عمار
دريسة نيانغ السنغالي همام يحاول طلبة ومرت الكرة. حاول نستفاد من الزاوية نستفاد صعبة لو قريبة ما يهم. كرة مرت بالسلامة لفرانك سيدريك لاعب الكاميروني. شوف هذه الإعادة، هدف واحد هذا الموسم. حكم المباراة يتحدث مع لاعبي الفريقين. مباراة مستمرة بالتعادل دون اهداف. هذا سمير بابو حكم المباراة. طلبة يحاول ان يصل للانتصار ال17 بينما فريق اربيل يحاول ان يصل للانتصار ال13 على اعتبار انه اربيل لديه 12 انتصار والطلبة لديه 16 انتصار. كرة إلى خارج أرضية الملعب. ربع ساعة 15 دقيقة. نعم لم نشاهد الأهداف ولكن حتى على مستوى الخطورة لم نشاهد خطورة على المرميين. ممكن في بعض المباريات عندما تكون هناك فرص وتكون هناك كرات خطيرة بعدها ربما تشاهد أهداف، ولكن في هذا اللقاء لغاية الآن هناك حذر على مستوى الخطوط الدفاعية، حذر على مستوى كذلك التقدم بأكثر عدد من اللاعبين والاندفاع للأمام. كرة تقطع إلى خارج أرضية الملعب. خالد كردغلي لاعب السوري. كرة مقطوعة الآن، مطالبة بخطأ. هيليسون لاعب البرازيلي كانت مطالبة بخطأ لفريق الطلبة، وبالتالي شوف هنا هيليسون قريب الحكم المساعد الأول كرار عباس ما أشار لوجود خطأ، اعتبر أنه الحالة طبيعية وبالتالي كانت هناك مطالبة بالمقابل. هذا هيليسون لاعب البرازيلي هدف واحد هذا الموسم. بينما هنا حسين عمار لاعب فريق الطلبة، وهنا عودة من سايمون مسوفا التنزاني هداف الفريق، لاعب الممتاز مع فريق الطلبة، يقدم أداء ممتاز، يصل لصدارة هدافي الفريق ب 12 هدف، يسجل من أنصاف الفرص، لاعب مهاري سريع يعود إلى وسط الملعب يصنع، وبالتالي هنا مسوفا سدد. الله الله على سايمون مسوفا، سدد الكرة من مسافة بعيدة، ولكن برافو حارس في المرمى حسين علي اللي أبعد هذه أخطر الكرات في المباراة لغاية الآن. الفرصة الأخطر في المباراة وصولا للدقيقة 18 لفريق الطلبة، استلم الكرة التي كانت خاطئة وبعد ذلك بكرة وتسديدة قوية كانت على يمين حارس المرمى، الحارس تألق
وأبعد الكرة الماضية. هنا حسين علي جولي، شوف هي بدأت من حسين علي جولي خاطئة، شوف استلام الكرة ومن ثم التسديد، ولكن حارس المرمى بإبعاد للكرة بشكل ممتاز ورائع جدا. لؤي العاني 5 أهداف للؤي من خلال هذا الموسم. آخر هدف كان على فريق الكرخ في مباراة 4-1. ضربة رأسية الآن إلى خارج أرضية الملعب. الكرة تحولت إلى تماس. سايمون دريسة، لوي حاول العرضية، ريبين سولاقة، هيليسون. هجوم الآن شيركو، صافرة وخطأ على أسامة. خطأ للؤي العاني، ضربة حرة مباشرة. حكم المباراة يكتفي باحتساب الخطأ. شوف هنا الإعادة، حكم المباراة عالية، الكرة خطيرة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. حسين لاوندي، شوف هذه الكرة وهنا الإعادة التي مرت، وبالتالي كذلك حارس المرمى. كرة مرت إلى ركلة مرمى لفريق أربيل. الطلبة أفضل خلال 20 دقيقة التي مرت. شاهد الطلبة أفضل، أكثر استحواذ على الكرة، انتشارا في الملعب، وأخطر بكرة واحدة التي كانت عن طريق سايمون ماسوفا. سعد ناطق، هيليسون، أمامية الكرة، خطأ على ريبين سولاقة. هنا سولاقة، بينما هنا أوستن أموتو لاعب النيجيري. خطأ لفريق الطلبة، ضربة حرة مباشرة. كرة ملعوبة الآن، هجوم إلى جهة اليمين. أربيل تقطع عن طريق انجويني. دينيس اللاعب الكاميروني مدافع الطلبة، بينما ترسل للأمام. حسين لاوندي يحاول أن يمر، تمرير لأموتو، أموتو، أوستين، 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 أوستين سدد. الكرة كانت خطيرة وكانت جميلة للطلبة، ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. حلوة 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 المحاولة، كانت حلوة المحاولة. شوف المرور الممتاز، فتح زاوية للتسديد وسدد الكرة أوستين أموتو، ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب وتحولت إلى ركلة مرمى لفريق أربيل. أفضل الطلبة، بدأ الطلبة يخطر مرمى الحارس حسين علي، وبالتالي هذه الكرة الثانية لفريق الطلبة من خلال هذا الشوط. كرة إلى ركلة مرمى أمامية عالية في الوسط إلى تماس. تمرير الكرة، هيليسون، همام أقرب للكرة. تمرير بعد ذلك عالية من الدريسة. أسامة، هجوم شيركو، حاولة مستمرة، صافرة وخطأ في مكان خطير لأربيل.
كرة في مكان خطير، ضربة حرة مباشرة قريبة من قوس الجزاء. شوف هذه الكرة شيركو، بعد ذلك التمرير لمصطفى قابيل، ومصطفى بمرور ممتاز وخطأ على حسين عمار. ضربة الحرة المباشرة، كرات ثابتة ربما تغير من واقع المباراة. التعادل الذي يفرض نفسه من خلال هذا اللقاء لغاية الآن. توجيهات فهد طالب. حاط الصد، حكم المباراة يتحدث مع اللاعبين. هذه كرة في مكان خطير جدا، ممكن من خلالها أربيل يتقدم. فرانك سيدريك قريب، ويوسف بن سودة قريب. فرانك سيدريك على التنفيذ، أربيل كرة تنفذ، وفهد طالب أبعد الكرة الأولى والثانية عالية، وصلت لفهد طالب. حلوة الكرة، حلوة التسديدة التي كانت عن طريق اللاعب الكاميروني فرانك سيدريك. هنا هلا فاق، شوف الكرة مرت وحارس المرمى أبعد الكرة، والمتابعة كانت من هلا وفاق، بعد ذلك وصلت لحارس المرمى فهد طالب. حلوة هذه المحاولة الأولى لفريق أربيل من خلال هذا اللقاء. كرة إلى خارج أرضية الملعب. هنا مسوفة، سايمون، كرة لهمام، أمامية الكرة. دائما مباريات كرة القدم بالحضور الجماهيري تكون أجمل. هناك مباريات يكون فيها الأداء ليس بذلك الأداء، ولكن الجماهير وتفاعل الجماهير على المدرجات يعطي حافز كبير للاعبين بتقديم مستوى أفضل، ويقدمون أفضل ما لديهم. حضور الجماهير بكل تأكيد يعني شيء مهم بكرة القدم. تزداد المباراة جمالية، وتزداد المباراة إثارة. كل يعلم بالعقوبة التي حضرت لجماهير أربيل خلال المباريات الماضية. شاهدنا الأحداث، ولا نتمنى أن تكون هناك أحداث في كل ملاعبنا على المدرجات، لكي لا نصل لهكذا صورة مدرجات خالية تعاقب الجماهير. نتمنى من الكل، كل جماهير الأندية، أن تتحلى بالصبر، وأن تكون لديها حضور ممتاز وجميل على المدرجات، لكي تكتمل الصورة الجميلة لمباريات كرة القدم. كرة تترك إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. الجانب الهجومي والدفاعي. يلا ابوي يلا ابوي، ما سوف جود شباب ممتازين، جود لواي. هذه الكرة الأولى الأخطر لفريق الطلبة من سايمون مسوفا، حاول أن يسدد على القائم البعيد وحارس المرمى تصدى. شوف مسوفا، شوف التسديدة، اختيار الزاوية صح من قبل سايمون مسوفا. أمامية الكرة، يوسف بن سودة، مصطفى قابيل، كرة إلى خارج أرضية الملعب. هنا حسين عمار. مباراة مستمرة بالتعادل بدون أهداف.
28 دقيقة، جولة 34 دورينا دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2024-2025. رمية تماس، كرة تنفذ عالية، الكرة جهة اليسار، خالد إلى خارج أرضية الملعب. همام، كرة في الوسط، تمرير الآن، حاولة مستمرة لفريق أربيل ليوسف بن سودة، وصلت لسعد ناطق، كرة بعد ذلك تبقى لمصطفى، سدد الكرة ولكنها مرت. مصطفى قابيل، والكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. هنا الإعادة للكرة التي مرت بجوار القائم الأيمن إلى خارج أرضية الملعب، يجرب ويسدد، أعتقد إلى ضربة ركنية، أعتقد لمسها فهد. على كل حال يبقى القرار لحكم اللقاء. هنا حسين لاوندي، حالة التسلل في الكرة الماضية، كرة بجهة اليسار، تمرير للكرة في الوسط، كرة فيها تمرير الآن، عالية الكرة، تبقى المحاولة والتسديدة ولكنها مرت الكرة. حسين لاوندي، كرة الماضية مرت، شوف الإعادة والتسديدة من قبل لاوندي إلى خارج أرضية الملعب. توجيهات مستمرة من الكادر التدريبي. السلام لحارس المرمى، كذلك بالمقابل سمير بابو. فريق أربيل 5 تعادلات من خلال هذا الموسم، لغاية الآن هو التعادل السادس. فريق الذي تلقى 15 خسارة. طبعا أربيل سجل 40 هدف وفي مرماه 51 هدف. طلبة 8 تعادلات 9 خسار مع 16 انتصار، سجل 35 وفي شباكه 21 هدف. مباراة ولقاء المرحلة الأولى انتهى لمصلحة الطلبة بهدفين مقابل هدف واحد. هدفين مقابل هدف واحد كان. حارس المرمى بالسلامة للحارس حسين علي.
كان واضح في الصورة. حمزة الريمي اللاعب اليمني على دكة البدلاء لفريق الطلبة. كرة ملعوبة الآن. همام طبعا لقاء المرحلة الأولى تقدم فريق أربيل من ركلة جزاء عن طريق شيركو كريم، ومن ثم عدل أوستن أموتو، والهدف الثاني كان عن طريق شريف عبد الكاظم لاعب المتواجد على دكة البدلاء من خلال هذا اللقاء. كان اللقاء في الجولة 14 في مباراة أقيمت في ملعب الساحر أحمد راضي رحمه الله. صافرة وخطأ. هنا شيركو ضربة حرة مباشرة الآن. شوف الإعادة، حاول أن يمر، حاول أن يتقدم. هنا فيها عودة لفهد. فهد طالب 10 دقائق على نهاية الشوط الأول، لا أهداف في المباراة لغاية الآن. في مثل هكذا مباريات بكل تأكيد يعني الهدف أعتقد سيجعل المباراة مغايرة وسيجعل المباراة أجمل. نسجل أربيل أو الطلبة. 10 أخطاء، 7 أربيل، 3 طلبة في المباراة لغاية الآن. خطأ لحسين عمار. الضربة الحرة المباشرة على أسامة رشيد. شوف التدخل والخطأ. الضربة الحرة المباشرة. هنا تدخل آخر، حكم المباراة أشار للاستمرارية. إخراج الكرة من همام للإطمئنان على سلامة اللاعب خالد كرداغلي مدافع فريق أربيل. كرة ما بينه وبين حسين لاوندي، وبالتالي إخراج الكرة للإطمئنان على سلامة اللاعب. شوف الكرة وشوف الكرة الماضية المشتركة ما بين لاعبي الفريقين. مباريات الجولة لدينا تعادلات الحاضرة من خلال هذه الجولة. تعادلين، واحد سلبي وواحد إيجابي. نفط ونفط ميسان التعادل بدون أهداف. نوروز ونفط البصرة التعادل بهدف مقابل هدف. باقي المباريات لم يكن فيها تعادل. فوز الشرطة على ديالى 1-0. قرمة كذلك على الكرخ بنفس النتيجة. نجف على الكهرباء بهدفين مقابل لا شيء. والميناء على كربلاء 3-1. القوة الجوية الذي يحقق الانتصار الكبير على فريق دهوك ب4 أهداف مقابل لا شيء. نتيجة كبيرة مع ضياع العديد من الفرص من خلال تلك المباراة في هذه الجولة. مباراة الحدود والزوراء التي تقام بذات التوقيت لهذه المباراة. وتختتم هذه الجولة بلقاء نادي القاسم وزاخو. عودة لحارس المرمى من هلا وفاق، ما سيطر على الكرة وبالتالي إلى خارج أرضية الملعب. هنا هلا وفاق، كرة إلى ضربة ركنية.
كويس ما اشوفه. انتبه على لا تستعجل. انتظر مهدي انتظر. مهدي كامل. هنا اوستن اموتو. مسوفة لمهدي. ابعاد ركنية واحدة في المباراة ولفريق الطلبة. فرانك سيدريك. أربيل. خالد لسيدريك. أسامة. هيليسون. سعد ناطق. فهد طالب. كرة عالية إلى تماس. تنفذ الكرة. خالد كردغلي مرة إلى خارج أرضية الملعب بمرة أولى وكذلك بمرة ثانية على التوالي. الكرة إلى رمي التماس. خالد كردغلي. شيركو. هجوم الآن. طلبة. طلاقة سريعة. حاولة مستمرة للمرور. حسين لاوندي بالتمريرة ولكنها مقطوعة. تعود الآن لأربيل. يوسف بن سودة. شيركو تقطع. تعود شيركو بتغطية بمرور ممتاز مرة أخرى. تبقى المحاولة. تمرير الآن. تبادل الكرات. هذه فيها حالة تسلل على ما أعتقد. كرة من الجهة البعيدة. تمريرة. حالة كانت والضربة الرأسية حالة التسلل. نعم بالفعل كما ذكرت. يوسف بن سودة. هنا الحكم المساعد الثاني محمد محسن. هنا فرانك سيدريك. هذه الكرة والضربة الرأسية. سعد ناطق. دقائق الأربعة الأخيرة. شوط نتمنى أن يكون الشوط الثاني يعني على أقل تقدير إذا ما انتهت دقائق الشوط الأول. بينما هنا الكرة فيها صافرة وفيها خطأ. دقائق المتبقية إذا ما انتهت بهكذا واقع والأمور تبقى بهذا الحال وهذا الواقع، نتمنى أن يكون الشوط الثاني شوط مغاير، شوط أكثر إثارة، شوط فيه الأهداف. خطأ لعمر جنكي كان هنا. عمر ضربة الحرة المباشرة لمدافع أربيل. أسامة رشيد في الوسط. شيركو. أسامة. حالات الأوف سايد على كل فريق حالة واحدة. مباراة فريق عندما يلعب مباراة وهو قادم من خسارة بكل تأكيد يعني يبحث عن النقاط الثلاث، يبحث عن التعويض، ولكن عليه أن يكون أكثر اندفاعا وهجوما ليتمكن من التسجيل أو يخطر مرمى الفريق الخصم. كرة وصلت لخالد كردغلي إلى تماس.
رمي التماس الآن. داخل منطقة الجزاء، شيركو يحاول، أربيل، خالد، عرضية، وفرانك سيدريك تبعد من أمامه عن طريق سعد ناطق. هل يوفق؟ ريبين، سولاقة، أسامة رشيد، خالد كالدغلي. خالد حاول أن يمر، تمرير، تقطع الكرة، تعود الآن. فرانك سيدريك سدد الكرة وإلى خارج أرضية الملعب. حلوة المحاولة والتسديدة من مسافة بعيدة، ولكنها كانت جميلة ورائعة وخطيرة على مرمى فهد طالب. علت العارضة إلى ركلة مرمى. همام، لوي، حسين عمار، لوي، كرة اصطدت وتحولت إلى تماس. حسين عمار حاول أن يمر بينه وبين خالد كردغلي، تقطع الكرة، مرتدة الآن لشيركو، لأربيل، محاولة مستمرة تقطع، تعود لمهدي كامل. مهدي يحاول، طلبة يحاول، تمرير، أوستين، أموتو. حلوة 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 التسديدة الماضية عن طريق أوستين أموتو النيجيري، وبالتالي التسديدة نعم مرت إلى خارج أرضية الملعب، ولكنها كانت خطيرة، كانت محاولة جميلة وجيدة لمصلحة فريق الطلبة. حاول بالتسديد من خارج منطقة الجزاء الطلبة بأكثر من محاولة، بأكثر من كرة، ولكن لم يسجل. وحتى بالمقابل فريق أربيل، وإن كان الطلبة أكثر خطورة على مرمى فريق أربيل، ولكنه لم يسجل من خلال هذا اللقاء. هذا كذلك صاحب تسديدة قوية مرت إلى خارج أرضية الملعب، فرانك سيدريك. كرة سددها مباشرة من مسافة بعيدة. هذه الكرة، شوف فرانك سيدريك سدد الكرة، كانت خطيرة. الله على المحاولة، كانت جميلة عن طريق سيدريك وكانت قوية، ولكنها علت العارضة بقليل إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. دقيقتان الوقت المضاف. باسم قاسم، رحيم حميد، وبالتالي تفكير كيف سيتعامل المدرب مع الشوط الثاني. بكل تأكيد يعني طلبة وكذلك أربيل ربما ستكون الأمور مغايرة بالشوط الثاني. كل مدرب شاهد الشوط الأول وشاهد مجريات الشوط الأول، وربما ستكون حلول من خلال الشوط الثاني. حسين عمار ربما لا يكمل المباراة، تعرض لإصابة. اي نعم، يشارك اللاعب التونسي غيث معروفي، تغيير بنفس المركز. كذلك غيث معروفي لديه هدف من خلال هذا الموسم. عالية الكرة، غيث إلى خارج أرضية الملعب إلى تماس. فرانك سيدريك، إبعاد للكرة. أموتو، تمريرة هذه ممتازة للطلبة، ولكن إبعاد للكرة من قبل عمر جنكي إلى
ركلة ركنية لفريق الطلب، أعتقد ستكون الأخيرة من خلال هذا الشوط الأول. كرة كانت لفريق الطلب، المحاولة كانت الكرة سريعة والتمريرة كانت كذلك ممتازة، ولكنها تنتهي بضربة ركنية على التنفيذ. مهدي كامل، مهدي مسوفة لمهدي لؤي الحاني، سدد الكرة، تبقى المحاولة همان طارق. إذن هنا الصافرة أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي الكرام، أينما كنتم تأتي صافرة حكم اللقاء أحمد قاسم اللي تعلن عن نهاية الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف ما بين فريقي أربيل والطلب. استراحة قصيرة على أمل العودة إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني. إلى ذلك الحين إلى اللقاء. على أصحاب الدار. شوف تمريرة أحمد محمود والفينيشنج الجميل من مروان حسين، وبذلك النتيجة الآن أصبحت هدف مقابل لا شيء. انتظرنا طويلا لمعرفة القرار النهائي من أجل إنصاف الفريق إذا كانت هدف صحيح. كيسيندا انطلاقة سريعة والمحاولة الضغط على حامل الكرة، تغطية حاضرة، هذه تسديدة خطيرة، جول! الله! السفانة الموج الأزرق، الله! الموج الأزرق، السفانة سجل، السفانة يتقدم بأول أهداف المباراة. هدف أول، هدف أول، هدف 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 للميناء، يتقدم الميناء. شوف الكرة، حميد الطائي هل كان متسللا أو لا؟ هذه الكرة، هذه الكرة وهذه المحاولة، وبالتالي هدف للميناء، هدف لحميد الطائي. تابع الكرة صح وحط الكرة في المكان السليم ليتقدم السفانة بأول أهداف المباراة. هدف أول للميناء. حميد، هذه خطيرة للقوة الجوية، المحاولة، أوه الصقر لم يمت، الصقر لم يمت بعد، عاد يتنفس، عاد يتنفس. القوة الجوية لا زال قلبه ينبض، اي والله لا زال قلبه ينبض. جول الصقور، هدف 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 للقوة الجوية. محمد جواد، شوف الإعادة، الله 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 على هدف التعادل. يوه يوه يوه، الله على كرة التعادل، هدف جميل للقوة الجوية، هدف رائع للقوة الجوية. محمد جواد هدف الخامس هذا الموسم يتعادل للقوة الجوية، وهنا فرحة أنصار القوة الجوية بهدف التعادل 1-1 الآن. فوز والميناء 15 فوز. هذه كرة خطيرة، جول جول! الخبرة، هدف ثاني، جول ثاني
هدف ثاني للخبير. الخبير سجل، الخبير يحضر، الكبير سجل، الكبير يحضر. السفانة بجول ثاني، السفانة بهدف ثاني، الهدف الثاني للسفانة. شوف الكرة على الطاير، يا سلام يا سلام، حلوة لعلاء عبد الزهرة، سجل الثاني، هدف ثاني. وفرحة حسام السيد، وافرح يا حسام، افرح يا احمد رحيم. سيشارك من خلال هذه المباراة. جول جول، عاد الصقور، عاد القوة الجوية، عاد القوة الجوية، عاد الصقر، عاد الصقر، حلق مرة أخرى، حلقت الصقور مرة أخرى في سماء البصرة، في سماء البصرة، وعن طريق العماني. يوه العماني، العماني في دورينا، العماني 7 أهدافه، العماني بالراس. الله 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 على عصام الصبحي. أمير صباح على التنفيذ. الكرخ خاض 31 مباراة، كرة مسيطر على الحارس، خطيرة، جول جول جول. هو الهداف بخطأ قاتل من حارس المرمى محمد شاكر. مهند يتزعم صدارة الهدافين ب23 هدفا، يسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 10 من عمر المباراة. 1 الشرطة لا شيء، الكرخ بالدقيقة 10. مهند علي يسجل أول أهداف المباراة والهدف 23 إلى ليتمركز بصدارة الهدافين ب23 هدفا. شوفوا الكرة بالإعادة، الكرة ملعوبة، شوف خروج غير حاسم من الحارس، وكرة على طبق من ذهب ويسجلها ويستغلها مهند. شوف مهند يضع الكرة بالشباك بخطأ حارس المرمى. عليه أن يخرج بأن يكون حاسم، خطأ الحارس لا يغتفر. كأنهم درسوا مباراة اليوم. وكرة بالراس، الله مامادو سورو بالوقت القاتل. هي للزوراء، هي عادة الأمل، عادة الأمل في الوقت القاتل، كأنها خيبة أمل كادت تفتقد وكادت تنتهي، لكن مامادو سورو هذه عادت بالسرور، هذه عادت بالسرور للزوراء، للزعيم، للنوارس. حلقت النوارس عن طريق الأسمراني. مامادو سورو يسجل الهدف الأول بالوقت القاتل، وأي وقت قاتل. الزوراء والقرمة وأربيل وزاخو، ويسجل في مرمتهم. اللحظات لصالح لؤي العاني، يلعب الكرة العالية الرأسية، الله أمام أوغستين أموتو المحترف النيجيري. نسر نيجيريا يحلق عاليا في استاد المدينة ليلقي التحية على العميد، ليضع الهدف الأول للأنيق ويسجل في مرمى عبد العزيز. كيف لك أن تأتي بمثل هذه الكرات يا عبدو؟ الكرة في المرمى، انطلق أموتو، حلق نسر نيجيريا ليضع الكرة في الشباك. العاني في كرة من الرقم 10 باليمنى عالية الرأسية، الله حارس المرمى يأخذ وضع المتفرج، لكن حلق وطار. نسر نيجيريا أتى بالأخبار ويسجل الهدف الأول للأنيق، يسجل الهدف الأول للأزرق والرأسية. عالمية عالمية عالمية، هذا نسر نيجيريا يسجل الهدف السادس له هذا الموسم.
أصبح كربلاء على اليسار، وهذه محاولة لصالح الفريق قلنيق. قلنيق يحاولون من أجل أول ضربات الشوط الثاني. الله أمامك خارق للعادة، باهر رائع. هنا يحلقون النسر مرة أخرى، هنا الطرب الطلابي، هنا العزف القديم، هنا الألحان القديمة تظهر على مدرجات استاد المدينة. وأمامك طار وحلق وسدد وسجل ليضع الهدف الثاني. أي مباراة، أي أداء، أي جمالية. انطلاق التنزاني، راح التنزاني، راح مسوبة، راح. هنا الكرة التي تلعب، هنا المرور، هنا العبور. ألف مخالفة للوجيه. مسوبة بعبور، وصل ونقل العرضية، راسيته أمامك وكأنه سدد في الستة ياردة. هذا التحليق والرأسية وعبد العزيز رياكشن عالي، لكن الكرة قوية، رياكشن سريع لكن الكرة قوية. لاحظ الكرة العرضية، فينيشينج بالرأس، عالمي من جانب أمامك أوغستين ناموتو. هدفين لا شيء، والطلب يزيد من متاعب وأوجاع العميد. شيركو يعلن التقدم. أربيل قدم شيركو يتقدم وهدف أول جول. هدف أول لأربيل بالدقيقة 12 من عمر المباراة. بالدقيقة 12 شيركو يسجل هدف أربيل الأول وهدف الشخص التاسع هذا الموسم، نتيجة خطأ قاتل من حارس مرمى نفط ميسان حسن نجم، اللي يتسبب بركلة جزاء يمنحها حكم اللقاء السيد محمد كامل صغير لأربيل، ويسجل من خلالها شيركو كريم أول أهداف المباراة. 1 أربيل لا شيء نفط ميسان. وأذكر بلقاء الذهاب اللي انتهى بالتعادل أيضا شيركو سجل بالدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدل ضيع في شوط المباراة الأول، وسجاد جبار عادل الكفة من ركلة جزاء بالدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدل ضيع. كرة طالت خطيرة، محاولة تصويب، جول. كرة مباغتة جميلة من ماثيو أولاتونجي يسجل أول أهداف هذا الموسم وهدف التعادل بالدقيقة 26 من عمر المباراة. كرة جميلة على طبق من ذهب أمام عدم الضغط، وبشكل مستريح يصوب ماثيو أولاتونجي الكرة. شوف بدون ضغط يلعبها بيمينه، تمر على يمين الحارس دولافان ويسجل واحد من الأهداف الجميلة. 1-1 كرة جميلة رائعة. ماثيو أولاتونجي يلعبها بيمينه، تمر على يمين الحارس دولافان ويحرز من خلالها هدف التعادل لفريق نفط ميسان وهدف الأول هذا الموسم. حلوة لعباس يمر، جول. الله هدف ثاني بنيران صديقه. خالد قردغلي يسجل هدف التقدم لنفط ميسان بالدقيقة 60 من عمر المباراة. خالد قردغلي يسجل هدف التقدم نتيجة ارتباك وخطأ دفاعي، ويسجل الهدف الثاني وثالث عشر لاعب رقم 13 هاليسون بالراس من الكسندر فيريون. فرانك سيدريك، خطرة هذه، خطرة وجول. خطأ قاتل من المدافع، يلعب الكرة إلى الخلف، يستغلها فرانك سيدريك، يهيئها على طبق من ذهب لمصطفى قابيل اللي يدرك التعادل بوقت سريع بالدقيقة 63 من عمر المباراة. مصطفى قابيل يسجل هدف التعادل لمصلحة أربيل بعد أن لعب اللاعب الكسندر فيريون كرة إلى الخلف، استغلها فرانك سيدريك الغير مراقب. شوفها بالإعادة، فرانك سيدريك يتوغل وهي لم يكن أناني. شوف لعبها على طبق من ذهب وعلى الطاير، لعبها اللاعب مصطفى قابيل إلى داخل الشباك ليحرز ثاني الأهداف وهدف التعادل لمصلحة نادي أربيل. 2 أربيل 2 نفط ميسان. تقدم أربيل عن طريق شيركو من ركلة جزاء بالدقيقة 12 وعادل ماثيو أولاتونجي بدقيقة 26، وخالد قردغلي سجل هدف نفط ميسان بالخطأ بالدقيقة 60. ويبدو هدف مخرجنا وين كان على الركنية، وهدف قاتل،
هدف قاتل يسجله هاليسون. هاليسون يسجل بالدقيقة 90 هدف قاتل في شباك نادي نفط ميسان. شوف ما شفنا للهدف، المخرج يعيد لنا اياه. كنا منتهين بالركنية، شفنا الهدف، نشوفه الآن. الآن رأسية وعلى يسار الحارس حسن نجم يسجل من خلال أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى عودة إلى الشوط الثاني من لقاء أربيل والطلبة ضمن لقاءات الجولة 34 من دورينا دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2024-2025. الجولات الأخيرة من الدوري مباراة شوطها الأول لم يكن مقنعا بالنسبة لكلا الفريقين، لم نشاهد فيه الكثير. نعم هناك محاولات، لكن المباراة بمحاولات كانت قليلة. نتمنى أن يكون الشوط الثاني بإثارة بسرعة بندية لكلا الفريقين بنفس الأسماء. يبدو لي فريق الطلبة الفريق الذي أجرى تغيير اضطراري في الوقت المحتسب المضاف للشوط الأول بعد إصابة حسين عمار. غادر الملعب ودخول لغيث معروفي. بقية الأسماء فهد طالب، سعد ناطق، دريسة، همام طارق، مهدي كامل، دينيس، ولؤي العاني، حسين لاوندي، وأوستين أموتو، وكذلك سايمون ماسوفا. هذه الأسماء للمدرب باسم قاسم. بالمقابل سمير بابو مدرب فريق أربيل يبدو لي بنفس الأسماء التي لعب من خلالها بالشوط الأول. حسين علي جولي، خالد كردغلي، وعمر جنكي، هلوفاق، هيليسون، ريبين، سولاقة، وأسامة رشيد، شيركو كريم، ومصطفى قابيل، فرانك سدرك، ويوسف بن سودة. هنا تسديدة غيث معروفي. أربيل الآن على اليسار والطلبة على اليمين. هنا سمير بابو، مباراة تقام هنا في أربيل في ملعب فرانسوا حريري إلى خارج أرضية الملعب. رمية التماس تنفذ، هلوفاق، مصطفى قابيل، دينيس سيطر على كرته بشكل ممتاز. بعد ذلك الإبعاد بضربة رأسية إلى خارج أرضية الملعب إلى تماس. لؤي العاني حاول أن يمر حكم المباراة، كرة ربما إلى تماس لفريق أربيل، تجاوزت الخط حكم المباراة هكذا يقول. وبالتالي هنا هيليسون
لاعب البرازيلي. هنا التمرير ليوسف بن سودة، بعد ذلك التمرير لمصطفى قابيل، مرور ممتاز لهدف أول، والهدف الأول حالة تسلل، حالة تسلل. حكم المساعد الأول كرار عباس، وبالتالي حالة تسلل على شيركو كريم أو على مصطفى قابيل على ما أعتقد، كانت ربما من الأولى على مصطفى قابيل، هذه الأولى كانت فيها حالة التسلل. شيركو لم يكن متسللا إطلاقا، ولكن حالة التسلل كانت على مصطفى قابيل. يلغى الهدف. هذا شيركو 9 أهداف هذا الموسم. حالة تسلل إذن أوفسايد. أحمد قاسم حكم اللقاء يأخذ القرار من يوسف سعيد ومحمد لؤي صبحي في غرفة الفار. بينما هنا الكرة عالية وصلت إلى وسط الملعب، تمرير للأمام، فرانك سيدريك، عودة لعمر جنكي، سين علي حارس المرمى بكرة عالية، غيث معروفي بضربة رأسية، سعد ناطق، ابعاد للكرة، همام بعودة خاطئة، شيركو حاول الآن لأربيل، هيلسون، خالد كردغلي، عالية والضربة الرأسية خطيرة ولكنها مرت العارضة، الضربة الرأسية من مصطفى قابيل، وبالتالي مرت إلى ركلة مرمى. كانت خطيرة جميلة جدا ورائعة جدا لفريق أربيل، ولكن العارضة هذه المرة، شوف خالد كردغلي، الكرة العرضية الممتازة بالمقاس كانت جميلة، والضربة الرأسية كانت أجمل، ولكن العارضة هذه المرة تقف مع فريق الطلبة ولتكون الكرة إلى ركلة مرمى. شوف الإعادة، شوف الارتقاء، وشوف الضربة الرأسية، وكذلك العارضة. هذه الكرة التي كذلك ألغي من خلالها الهدف الوحيد المسجل في المباراة، هدف كان غير شرعي لفريق أربيل، يلغى بداعي التسلل. حكم المساعد الأول كرار عباس، وبعد ذلك التأكيد من حكام الفار. عالية الكرة، فرانك سيدريك، خطأ، ضربة حرة مباشرة لهمام طارق. هنا الإعادة، وبالتالي الكرة فيها صافرة وفيها خطأ، ضربة حرة مباشرة. مباراة مستمرة بالتعادل بدون أهداف. عالية الكرة، إبعاد بضربة رأسية، أسامة رشيد، مصطفى قابيل، تمريرة ممتازة ليوسف بن سودة. أربيل محاولات المستمرة أفضل من خلال الشوط الثاني فريق أربيل. كرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمي التماس. رمي التماس لفريق الطلبة، آخر فوز لأربيل على الطلبة يعود إلى موسم 21-22 بهدفين مقابل هدف واحد. في يوم سجل شافيو ماموني هدفي
فريق أربيل، والهدف الوحيد للطلبة من خلال تلك المباراة سجل عن طريق ستيفن بافور، وكان اللقاء في هذا الملعب، يعني آخر انتصار لفريق أربيل على الطلبة كان في هذا الملعب، وكان بنتيجة 2 مقابل هدف واحد، وكان بموسم 21-22. يوسف بن سودة، تغطية من همام، ريبين سولاقة، لمسة يد صافرة وخطأ. هنا الإعادة، وبالتالي الخطأ، ضربة الحرة المباشرة لفريق الطلبة في وسط الملعب. أسامة رشيد، مصطفى قابيل، ريبين سولاقة، سين علي جولي، همان طارق، عودة من دينيس لفهد طالب. ولكن في آخر 6 لقاءات جمعت الفريقين الطلبة بأربيل، لم يفز فريق أربيل على الطلبة في آخر 6 لقاءات. 5 انتصارات لفريق الطلبة وتعادل 1. أفضلية لفريق الطلبة واضحة، وحتى في آخر المباريات التي جمعت الفريقين، وبالتحديد آخر 6 مباريات، أربيل ما فاز على الطلبة. كرة ملعوبة الآن، أسامة لسيدريك لهلوفاق، كرة بجهة اليمين وفهد طالب، حالة تسلل، حالة تسلل، ضربة حرة غير مباشرة، كان في وضعية تسلل هذا اللاعب هلوفاق. شوف الإعادة، تمريرة كانت نعم ممتازة، ولكنه كان في موقف تسلل، أوفسايد على هلوفاق. فهد طالب، ضربة حرة غير مباشرة تنفذ عالية. هيليسون، هنا السقوط، هذا السقوط مؤلم جدا. بالسلامة للاعب فريق الطلبة، حالة تسلل. إذن محمد محسن، ارتقاء، وأموتو. شوف هذا السقوط يكون مؤلم جدا، ويتعرض بعض اللاعبين للإصابة. هنا سمير بابو، حالة تسلل على حسين لاوندي، ضربة حرة غير مباشرة. كرة أمامية، إلى خارج أرضية الملعب. حاول للتقدم أربيل، تمرير، محاولة تسديد، ولكن كرة اصطدت. تعود الآن أموتو لسايمون مسوفا، كرة تقطع الآن، أصبحت مرتدة لأربيل. إخراج الكرة، لدينا لاعب مصاب، أعتقد حسين لاوندي، ملقى على أرضية الملعب.
آخر فوز للطلبة في هذا الملعب في أربيل هنا في فرانسو حريري موسم 22-23 المرحلة الثانية بهدفين مقابل لا شيء. في يومها سجل حسين لاوندي ومؤمل عبد الرضا. هذا كان آخر فوز للطلبة على أربيل في أربيل. في يومها حضر حسين لاوندي. اليوم حسين لاوندي حاضر ولكنه لم يسجل، لا هو ولا بقية اللاعبين ولا بقية الأسماء حتى فريق أربيل. من خلال هذا اللقاء ومن خلال الهداف اللي يعني تحدث عن مباريات اللاعب الواضح في الصورة طبعا يوسف بن سودة لم يسجل من خلال هذا اللقاء ولا بقية اللاعبين. التغييرات الحسن نعيم وكذلك حمزة الريمي. حسن نعيم هدف هذا الموسم، خروج للؤي العاني وخروج لحسين لاوندي. تغييران دفعة واحدة للمدرب باسم قاسم. عالية الكرة، همام، أموتو، تمرير الكرة، دينيس، تغيير اتجاه اللعب بشكل ممتاز. غيث معروفي يحاول من خلال هذه الكرة للطلبة عالية. الله الله على فرصة ضاعت وعلى كرة للطلبة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. الضربة الرأسية في الدقيقة 60 عن طريق أوستين أموتو. بهذه الكرة بهذه الفرصة التي كانت ممكن أن تكون داخل الشباك، كرة خطيرة للطلبة. شوف الرأسية مرت بجوار القائم الأيسر إلى خارج أرضية الملعب. هنا الكرة بالمقاس وهنا الضربة الرأسية التي كانت خطيرة وكانت جميلة تحت أنظار السيد باسم قاسم، ولكنها مرت إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي أربيل. كان ممكن أن يتقدم الطلبة ويسجل أول أهداف المباراة ولكن الفرصة ضاعت، الرأسية ضاعت، الكرة ضاعت ومرت ليبقى التعادل بدون أهداف. من يكسر حالة التعادل السائدة لغاية الآن. ريبين سلاقة إلى تماس، رمية تماس الآن. غيث معروفي على التنفيذ لرمية التماس. الكرة تنفذ، حسن نعيم يحاول الكرة إلى ضربة ركنية. ضربة ركنية لمصلحة فريق الطلبة على يسار حارس المرمى حسين علي جولي. هنا إدريسة السنغالي لاعب الممتاز في وسط الملعب. تنفذ عالية الطلبة، ضربة رأسية من سعد ناطق والكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. كرة مرت إلى ركلة مرمى. هنا الكاميروني دينيس، بينما هنا همام. وهنا الإعادة للكرة الماضية التي مرت والضربة الرأسية من المدافع المتقدم سعد ناطق. ريبين، مهدي كامل، سايمون مسوفا،
لأموتو. تمرير، رمية تماس. هنا هيليسون، رمية التماس لمصلحة فريق الطلبة. هنا انجويني، رمية تماس، الكرة تنفذ، ابعاد من هيليسون، ضربة رأسية من يوسف بن سودة، كرة وصلت لغيث معروفي. طلبة عودة. اعتقد التغييرات القادمة لفريق الطلبة ابرز الاسماء سيكون شريف عبد الكاظم، هو الابرز. اعتقد سيأتي به المدرب باسم قاسم. بالمقابل فريق اربيل ممكن جيلان لقمان، ممكن كذلك سفين منصور، ابرز الاسماء التي ممكن ان تشارك، ويبقى الخيار طبعا لكل مدرب. هنا سعد ناطق، بالسلامة لهلا فاض. كرة طالب فيها بخطأ فرانك سيدريك. شوف الكرة ما بين جوني وفرانك سيدريك. سايمون، حسن نعيم، كرة لسايمون مسوفة خطيرة للطلبة، ولكن ابعاد للكرة الى ركلة ركنية. ركلة ركنية لمصلحة فريق الطلبة. هلا وفاق ابعد الكرة الماضية. شوف الانطلاقة التي كانت من سايمون مسوفة. همام طارق على التنفيذ، كرة تنفذ وتبعد الآن. مهدي للأمام، تبعد، وصلت لمصطفى قابيل. شيركو، أربيل، محاولة مستمرة صافرة، وخطأ على همام وبطاقة على همام. همام طارق واحد من لاعبين الخبرة. شوف التدخل على شيكو كريم، وبالتالي الضربة الحرة المباشرة لفريق أربيل. بطاقة صفراء حكم المباراة أحمد قاسم. كرة تنفذ عالية داخل منطقة الجزاء، إبعاد من غيث، سقوط داخل منطقة الجزاء. طالبات جانب أربيل ومن جانب الطلبة. أربيل يطالب بخطأ، طلبة يطالب بخطأ. هذه الكرة بعد ذلك تبعد من غيث إلى رمية تماس. شوف الإبعاد من قبل حمزة الريمي. مباراة مستمرة بالتعادل بدون أهداف لغاية الآن. سمير بابو بنظرات بكل تأكيد يعني هنا حكم المباراة من محافظة البصرة من مواليد 1996، واحد من حكامنا الشباب. دبلوم
ومدرس أحمد قاسم، حكم الواضح في الصورة. العام الماضي اختير أفضل حكم في المنطقة الجنوبية طبعا. عالية الكرة، ضربة رأسية، لدينا سقوط. مباراة مستمرة بالتعادل بدون أهداف. الشوط الثاني لم يختلف عن الشوط الأول. هذه كرة مصطفى قابيل بينه وبين سعد ناطق كانت. اعتذار جميل من قبل فهد طالب حارس المرمى، واحد من حراس المرمى الكبار بدورينا. الانتخابات الوطنية، الأندية التي مثلها بكل تأكيد يعني خبرة السنين لدى حارس المرمى مع هذا اللاعب الشاب مصطفى قابيل. شوف هذه الكرة التي يعود من خلالها للفار أحمد قاسم حكم اللقاء. شوف الإعادة، يشاهد اللقطة بأكثر من زاوية. حكم المباراة طبعا يستدعي يوسف سعيد حكم الفار لمشاهدة اللقطة، ويبقى هو صاحب القرار إذا ما كانت الحالة طبيعية وسليمة أو فيها أمر آخر. حكم المباراة إذن اتخذ القرار. أحمد قاسم يقول بأنه الكرة فيها مصطفى قابيل، وبالتالي حكم المباراة أحمد قاسم من خلال اللقطة الماضية يعلن، وبعد العودة للفار يعلن عن وجود ركلة جزاء. شوف الغضب من سعد ناطق، وبالتالي هذه الكرة وهذه الإعادة، وحكم المباراة بعد العودة للفار يحتسب ركلة جزاء لفريق أربيل بعد الاحتساب لركلة جزاء بهذه الصورة وبهذه اللقطة التي اعتبرها حكم المباراة بأنها ركلة جزاء ومع وجود بطاقة صفراء. هل يتقدم أربيل؟ هل يسجل أربيل أول أهداف المباراة من ركلة الجزاء، أم أنه هناك كلام آخر ورأي آخر لفهد طالب حارس المرمى، أو ربما تكون إلى الخارج تحت أنظار السيد باسم قاسم؟ ركلة الجزاء إذن تحتسب لأربيل. من سينفذ؟ يوسف بن سودة على ما اعتقد هداف الفريق. ركلة جزاء لأربيل تحت انظار سمير بابو. يوسف بمواجهة فهد، ركلة الجزاء الآن. يوسف بن سودة يتقدم الله، هدف لأربيل. هولير يتقدم الإمبراطور، وعن طريق التونسي هداف الفريق يوسف بن سودة يسجل أول أهداف المباراة ليتقدم من ركلة جزاء القلعة الصفراء بأول الأهداف هنا في فرانسو حريري. يتقدم ويسدد بيساره
على يسار حارس المرمى ليتقدم أربيل، ليسجل أربيل ويفتتح باب التسجيل في مرمى فهد طالب، في مرمى الطلبة. هدف مقابل لا شيء الآن، هدف مقابل لا شيء الآن. فرحة سمير بابو بهذا الهدف، بهذا التقدم، يصل للهدف 11. يوسف بن سودة هداف الفريق يضع الكرة قوية على يسار حارس المرمى ليتمكن، ليتقدم فريق أربيل في مرمى الطلبة. وإن غابت الجماهير ولكن الأربيل يحضر ويسجل من علامة الجزاء ليتقدم، ويكون الهدف في الدقيقة 73 من عمر المباراة. هدف مقابل لا شيء الآن. كرة ملعوبة، هناك كان اعتراض على ركلة الجزاء طلبة، وبالتالي هنا أربيل المحاولة مستمرة، وفهد طالب مع وجود حالة تسلل، حالة تسلل. هنا الإعادة، حالة تسلل على يوسف بن سودة. كرة ملعوبة، غيث مطالبة بخطأ. حالات الأوفسايد 7 5 أربيل، وحالتين على فريق الطلبة. دينيس خطأ للطلبة. هل يعدل فريق الطلبة في آخر ربع ساعة في 15 دقيقة الوقت المتبقي؟ مباراة تقدم فيها لأربيل بهدف. هناك انتصارات كانت للفريقين، انتصارات كانت كبيرة. نتحدث عن آخر أكبر فوز لأربيل على الطلبة كان في موسم 2021 هنا في هذا الملعب، في ملعب فرانسو حريري، بنتيجة 5-0. بارزان شيرزاد هدفين، وشيركو كريم هدفين، وأركان أمير سجل هدف من خلال تلك المباراة. وآخر أكبر فوز للطلبة على أربيل كان ب4-0 موسم 2018-2019، وكان في العاصمة الحبيبة بغداد في ملعب الشعب الدولي. في يومها سجل مروان حسين وعبد القادر طارق وعلي قاسم ونبيل صباح. تلك المباراة كانت بقيادة الدولي السابق هيثم محمد علي بذلك الموسم. رمية تماس، تغييرات أو يغير الفانيلة. سعد ناطق، كرة لجولي، هنا الحسن، نعيم، كرة إلى خارج أرضية الملعب. كذلك لدينا تغيير، شريف 4 أهداف هذا الموسم أعتقد بديلا لهمام طارق. بديلا لمن؟ لا والله مو بهمام، همام على تنفيذ رمية التماس. من سيغادر؟ هنا شريف، مهدي كامل. إذن هو من غادر، هو من يترك المباراة. جمهور الطلبة لم يكن ينتظر هذه النتيجة بكل تأكيد، الآن ينتظر أن يتعادل الفريق، أن يعود الفريق. كل يعلم بأنه أربيل 4 ألقاب دوري، قريب من الطلبة. طلبة 5
ألقاب دوري. لكن المواسم بعيدة بكل تأكيد، طلبة أبعد، يعني أربيل كان أقرب. آخر لقب 2011-2012 بقيادة نبيل محروس، وقبلها 3 مواسم متتالية بفريق أربيل 2006-2007 بقيادة أكرم أحمد سلمان، و2007-2008 ثائر أحمد، و2008-2009 كذلك ثائر أحمد. هذا يعني أنه أربيل بعيد عن آخر لقب 10 ألقاب، بينما الطلبة بعيد عن آخر لقب 18 موسم. 18 موسم عن آخر لقب بالنسبة لفريق الطلبة، عن آخر لقب اللي كان بموسم 2001-2002 بقيادة المدرب ثائر أحمد. جمهور بكل تأكيد يعني لا ييأس. تغيير الآن، هيلسون يغادر وروى يوسف يشارك. يبقى ينتظر جمهور الطلبة، ويبقى يساند الفريق، ويبقى مع الفريق. وياما انتظر جمهور الطلبة، ياما انتظر لمواسم متتالية، وبالتالي جماهير تنتظر بفارغ الصبر أن يعود الطلبة إلى منصات التتويج، على اعتبار أنه واحد من الفرق التي حصلت على الدوري، واحد من الفرق التي مثلت العراق خير تمثيل كذلك على مستوى الأندية خارج العراق. في الدوري له طبعا بصمة، العديد من الأسماء، العديد من الهدافين، العديد من يعني تتحدث عن المدربين واللاعبين مع فريق الطلبة، واحد من الفرق كذلك العريقة. لذلك عليك أن لا تنكسر، وإن مالت بك الحياة قليلا فحتى الشمس تميل عند الغروب وتبقى عظيمة. أي نعم، وكم جميلة حينما تشرق وتأتي معها أماني جميلة تجعلك تستقيم من جديد. في كل صباح عهود تتجدد، وأرواح تحيا، وطيور تحلق، وشمس تولد كذلك. نعم، عليك أن تتحلى بالصبر، ولذلك لا تميل أبدا ما دام هنالك شمس تشرق كل يوم. هكذا هي جماهير الطلبة التي تنتظر وتنتظر لمواسم عديدة. ذكرت آخر لقب موسم 2001-2002، من قبلها طبعا كان موسم 92-93 بقيادة المدرب أيوب أوديشو، 85-86 يحيى علوان، 81-82 جمال صالح، 80-81 الراحل عمو بابا. هذه هي ألقاب الطلبة. كرة ملعوبة الآن، دقيقة 83. أربيل يتقدم بهدف من ركلة جزاء دقيقة 73 عن طريق يوسف بن سودة. كرة إلى خارج أرضية الملعب.
هذه كرة فرانك سيدريك. رمية تماس تنفذ الآن، صافرة وخطأ، ضربة حرة مباشرة على غيث بقرار من حكم المباراة. هنا فرانك سيدريك كرة ملعوبة، شيركو حاولة مستمرة، شيركو كريم، كرة ليوسف بن سودة داخل منطقة الجزاء، التسديدة تأتي وبعد ذلك الكرة تبعد الآن، تبعد الآن. فريق الزوراء المباراة التي تقام بذات التوقيت يتقدم على الحدود بهدفين مقابل لا شيء عن طريق حسن عبد الكريم وكذلك المنذر العلوي. صدارة والمنافسة على الصدارة، المنافسة على الحصول على لقب هذا الموسم. الزوراء والشرطة واضحة جدا الأمور، بينما الطلبة الذي يحاول أن يعود من خلال هذا اللقاء ويحاول أن يسجل التعادل في آخر 5 دقائق من عمر المباراة. أمامية الكرة، جولي، الكرة تترك إلى خارج أرضية الملعب. قاسم مدرب فريق الطلبة بكل تأكيد يعني المباراة هو قادم من خسارة كان يمن النفس. المدرب باسم قاسم في اتصال من خلال هذا اللقاء. لا زالت الأمور نعم لم تنتهي المباراة، مدرب حاصل مع فريق دهوك على لقب 2009-2010، زوراء 2015-2016، القوة الجوية 2016-2017. باسم قاسم، هل تكون الخسارة العاشرة لفريق الطلبة من خلال هذا الموسم؟ لغاية الآن هي كذلك. دينيس، همام، صافرة وخطأ على مصطفى قابيل. شوف هذه الكرة التي يحتسب فيها خطأ بقرار من حكم المباراة. أسامة رشيد، سايمون مسوفا، تقطع عن طريق سيدريك. في الوسط همام، كرة مقطوعة من أمام غيث معروفي، تعود مرتدة لأربيل، تبادل الكرات، يوسف بالسودة، هذه خطيرة والتسديد إلى خارج أرضية الملعب. هنا يوسف بالسودة صاحب الهدف الوحيد، صاحب 11 هدف، سدد الكرة ولكنها مرت، كرة وصلت لهلوفاق. حسين علي إلى خارج أرضية الملعب. 3 تغييرات، دفعة واحدة للمدرب سمير بابو. صافرة وخطأ. تغييرات، إيفان خالد وكذلك علي رحيم
ونياز محمد. مصطفى قابيل يغادر، أسامة رشيد يغادر، ثلاث تغييرات للمحافظة على نتيجة المباراة والخروج بنقاط ثمينة أمام فريق الطلبة. هكذا يفكر سمير بابو. هنا علي رحيم، شيركو كريم كذلك يغادر. ضربة حرة مباشرة، شريف على التنفيذ للطلبة، كرة اصطدت، دينيس، سايمون، تسديدة ولكنها بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. مباريات المتبقية لفريق أربيل، جولة 35 سيلاقي نوروز، جولة 36 سيلاقي القوة الجوية في بغداد، جولة 37 سيلاقي الكرخ، جولة 38 نفط البصرة في البصرة. هذا يعني أنه أربيل مباراتين في أربيل، وواحدة في بغداد وواحدة في البصرة. 90 دقيقة تنتهي. هكذا هي المباريات المتبقية لفريق أربيل. هذه الكرة والخطأ للحسن نعيم. الضربة الحرة المباشرة لفريق الطلبة في الوقت المضاف. مباريات الطلبة المتبقية في الدوري، الجولة 35 سيلاقي القوة الجوية، جولة 36 سيلاقي الميناء في البصرة، الجولة 37 يستضيف نادي القاسم، والجولة 38 سيلاقي النجف في النجف الأشرف. هذا يعني كذلك بأنه فريق الطلبة مباراتين في بغداد ومباراتين خارج بغداد، وبالتحديد في البصرة وفي النجف. من خلال الجولات الأربعة المتبقية لهذا الموسم. حكم المباراة يعود إلى الفار. همام وسدرك. هنا الحالة، وبالتالي حكم المباراة همام طارق. شوف بكرة كانت وبعد الكرة ماذا يقرر حكم المباراة؟ أحمد قاسم يعود للمرة الثانية للفار. المرة الأولى احتسب فيها ركلة جزاء لفريق أربيل، وهذه المرة كذلك يعود فيها للفار. همام طارق وبطاقة حمراء يطرد الآن. طرد لهمام. تزداد الأمور صعوبة على فريق الطلبة. سيكمل المباراة ناقص العدد. كرة داخل منطقة الجزاء خطيرة، ولكنها مرت إلى ركلة مرمى. دينيس المدافع المتقدم
الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. هنا همام يغادر بعد أن تلقى البطاقة الحمراء. هنا الإعادة لكرة دينيس التي مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. الضربة الرأسية الآن. سعد ناطق يعود لفهد طالب. فهد لحمزة الريمي. طلبة أمامية الكرة. لدينا تغيير قادم للمدرب سمير بابو. جيلان لقمان التغيير القادم في آخر ثواني بديلا لفرانك سيدريك. هدف رقم 41 لفريق أربيل من خلال هذا الموسم، والهدف رقم 22 في مرمى الطلبة من خلال هذا الموسم. يبقى طبعا هداف دورينا مهند علي ميمي مهاجم الشرطة ب26 هدف، ويأتي بالترتيب الثاني غوستافو لاعب فريق زاخو ب16 هدف، وفي الترتيب الثالث مروان حسين لاعب نوروز ب15 هدف، وسيف رشيد ب14 هدف في الترتيب الرابع مهاجم نادي القاسم. بطاقة صفراء لحارس المرمى حسين علي جولي. كرة وصلت لحارس المرمى حسين علي. كرة أمامية دينيس. ابعاد للكرة جيلان، هذه خطيرة لأربيل، يحاول أن يضيف الثاني لينهي المباراة ولكن ابعاد من إدريسة. وصلت لسايمون مسوفا، طالت إلى تماس، طالت إلى رمية تماس. خالد كردغلي. نياز لخالد، مرور ممتاز. كرة بجهة اليسار، طلب للكرة من خالد كردغلي، أقرب لحمزة الريمي إلى تماس. تماس الآن لفريق أربيل. هنا فهد اللي يحاول مع كرة ركلة الجزاء ولكنها كانت قوية من يوسف بن سودة. خالد غيث، الكرة تترك إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. الدقيقة 8 من الوقت المضاف. فهد طالب عالية الكرة، ابعاد الى تماس. دينيس حاولة مستمرة جيلان. ادريسة، شريف، تقطع ايفان خالد. فهد طالب امامية الكرة، محاولة مستمرة. حسين علي جولي وكذلك المتابعة. الكرة تبعد إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. ركنية الآن، أعتقد بأنها ستكون آخر المحاولات في المباراة. شريف، الكرة تنفذ داخل منطقة الجزاء. هل يفاق؟ إذن هنا الصافرة. أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي الكرام، أينما كنتم تأتي صافرة حكم المباراة أحمد قاسم لتعلن عن النهاية الكاملة
لمباراة أربيل والطلبة بفوز فريق أربيل بهدف مقابل لا شيء. جاء الهدف عن طريق اللاعب يوسف بن سودة المحترف التونسي من ركلة جزاء في الدقيقة 73. مبروك لأربيل، هارد لك لفريق الطلبة. حتى التقيكم في مباريات قادمة. كنت معكم معلقا للمباراة علي الشمري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.